السلام عليكم. اليوم في شيوة ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم كيكه الشوكولا بالكوكا كولا، يعني كوكا كولا اللي يشربوها غازوز، يعني مشروبات غازيه معروفه الكوكا كولا يعني. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ وصفه سهله بزاف لكن البنه روعه. واش راح نحتاج فيها؟ راح نحتاج فيها 2 حبات تاع البيض، الكاس سكر، تقدري تروحي حتى الكاس وربع تاع السكر اللي يحب الحلاوه شويه بزياده، كاس الا ربع تاع الزيت، هذا الكاس اللي فيه 240 مليلتر راني عودتكم عليه، نص كاس تاع اللبن او الرايب او الحليب، هنا ديري واش حبيتي، لكن الرايب او اللبن حتعطيك نتيجه احسن. واللي ما عندهاش الحليب تدبيره فقط، عفوا ما عندهاش الرايب او اللبن، دير نص كاس تاع الحليب، دير عليه 2 قطرات تاع القارص، راح يرب لها يعني في الحين. كاس تاع الكوكا كولا، لافاني بودر او ليكيد، 2 مغارف كبار تاع الكاكاو مر، نأكد مر، وحده خميره الحلوى، 2 كيسان ونص تاع الفارينه. هنا انا راني شعلت الفوغ على 180 درجه قبل ما نبدا كامل نخدم، وحكمت المول فيه حوالي من 26 حتى 28 سنتيم، تقدروا تستعملوا مول بهذا الكبر هذا، حتجيكم فيها الكيكه مليحه. درت له الزيت ودرت له الفارينه هكذا باش نتاكد باللي الكيكه تاعي مش راح تلصق، وانا استعملت هادو لي مول يتفتحوا. اذا اول حاجه نبداو بها هي ندير البيض، عفوا وحده خميره الحلوى وزن 10 غرام. اذا ندير 2 حبات تاع البيض ندير بيهم، عفوا. اذا ندير لهم الكاس تاع السكر، نخلط مليح هذاك هنا تقدري تستعملي ان باتور الكتريك، واللي ما عندهاش تستعمل ان فوي كيما انايا، ولا فرشيطه، ولا واش عندك في دارك. اذا نزيد عليهم الزيت، كما نعرفوا الكيكه تخلطيها مليح راح تجيك خفيفه. اذا نزيد لها هذاك الرايب او اللبن او الحليب، نص كاس. هنا نزيد لافاني اللي هي ندير حوالي مغرف كبيره، انا نحب ندير لافاني، وندير قرصه تاع الملح. هنا هذا الملح راح يبين لنا يعني لو غو تاع الكاكاو اللي راح نديروه. اذا ندير 2 مغارف كبار عفوا تاع الكاكاو، نغربلو من الاحسن لانه راه شويه محبحب. اذا نغربلو مليح، راح تصيبوا فيه الشوائب كما انا شوني ستان بول بابي، لانه تاع الميزان هذا الكاكاو يعني دائما يعني ننصح الاخوات يشروا تاع الميزان من الاحسن، لانه هو ناجح احسن ويجي الكو تاعو يعني يجي بنين. نزيدو الكيس تاع الخميره الحلوه، اذا نخلط هذاك الكاكاو مع الان واش راح ندير، يعني المرحله الاخيره هي اني ندير الفارينه والكوكا كولا بالتناوب. يعني الان درت الفارينه، شويه تاع الفارينه نخلطها، ندخل هذيك الفارينه، من بعد نزيد شويه تاع الكوكا كولا حتى نكمل المقادير اللي عندي. نزيد شويه تاع الكوكا كولا، كوكا ما يهمش تكون يعني دافيه ولا. اذا راح نزيد شويه تاع الفارينه حتى نكمل المقادير تاوعي تاع الفارينه وتاع الكوكا، ونخلط حتى تولي عندنا عجينه يعني كما نشوفوا. نزيد الكوكا،
نكمل كامل الكوكا تاعنا. نكمل الفرينه اللي بقات لي. ونخلط مليح بالفوي تاعي. كما قلت لكم تقدروا تخدموها بالباتور الكتريك، تجيكم احسن وتجيكم سهله العمليه. شوفوا العجين كيفاش يجينا، ما يجيناش ثقيل بزاف، يجينا خفيف. اذا نخلطوا مليح حتى ينسجموا كامل المقادير تاعنا. الان واش راح ندير، نحكم المول تاعي وندير الخليط تاع الكيك تاعنا لداخل. ها هو المول تاعي اللي كنت درت له الزيت والفرينه، والفوق تاعي راه يسخن على 180 درجه. بهذه الطريقه. هنا الوقت تاع الطبخ تاعو راح يدينا من 30 حتى ل 35 دقيقه. ودائما ننصحكم انه يكون عندكم كيكه تاع الشوكولا بالكاكاو بهذه الطريقه، ما نخلوهاش طيب بزاف يعني حتى تنشف، باش راح تجيكم بنينه. يعني غير تشوفوا الكيكه تاعكم بدات تنحى من الاطراف يسمى طابت، لانه مش حيتعرفوها لا حمارت ولا ما حمارتش. دخلوا ان كوردون ولا موس يخرج ناشف، نحوها حوالي 30 35 دقيقه. الان الوقت اللي راهي طيب فيها الكيكه تاعنا راح نخدموا الكلاصاج تاعها من فوق. كلاصاج ولا اروع، هذا الكلاصاج ما يطيبش. واش راح نحتاج فيه؟ 2 مغارف كبار تاع الكاكاو المر. انا ما نستعملش الاسود، دائما نستعمل البني. ننصح الاخوات يشروا البني هذا، ما يشوش الاسود، لانه الاسود يعني ما يعجبنيش اللون تاعو، يعني ما تجيكمش الكيكه كشابه وبنينه. نستعمل كاس تاع السكر كلاصي، حوالي 3 مغارف كبار حتى 4 تاع الكوكاكولا، ومغرف كبيره تاع لا مارغرين تكون طريه. هنا لا مارغرين تكون طريه، اذا نستعمل مغرف كبيره تاع لا مارغرين كما نشوفوا. نديرلها كاس تاع السكر كلاصي، لا مارغرين تكون يعني درجه حراره الغرفه. ونخلط بالباتور هذيك الزبده مع السكر كلاص حتى يتساجموا مليح. الان نبدا نزيد في الكوكاكولا تاعنا. لكم حوالي 3 مغارف او 4، يعني ندير ونشوف شحال. 1 2 3 مغارف تاع الكوكاكولا، ونخلطهم مع بعض. الان راح نزيد الكاكاو المر تاعي حتى هو نغربلو باش ما يجيناش محبحب. 2 مغارف كبار تاع الكاكاو. ونخلط مليح. كما رانا نشوفوا راني هنا درت 3 مغارف تاع الكوكا. نزيد مغرف كبيره ونشوف، نخلط بالباتر ونشوف. اذا ها هو الكلاصاج تاعنا واجد. لازم تخلطيه مليح حتى يولي رطب كما رانا نشوفوا، يولي اون كريم. لانه في الاول تحسوا بالحبيبات تاع السكر كلاص والكاكاو، لكن كي تخلطوه مليح راح يولي ان كلاصاج. شوف كيفاش يولي شباب. نخلوه على جهه ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا الكيكه تاعي راهي بردت، ولازم نخلوها حتى تبرد مليح باش نديروا الكلاصاج تاعنا. الكلاصاج تاعنا انا حطيته في الثلاجه، راه مسك روحو شويه. اذا ندير لابياس تاعي من فوق على الوجه تاعها طبيعه الحال. وانا اللي نحب اللون تاع الكلاصاج يكون اغمق، ما عليكم غير تخيروا يعني الكاكاو الاسود، هنا ما فيهاش احراج. هنا فقط بديت نعلق على حاجه فقط. نتمنى الاخوات كامل يسمعوني على التعليقات، يعني ارجو انهم الاخوات يعلقوا بكل احترام، لاننا نحترم كامل الاخوات ونحترم كل راي.
يعني الا ما عجبتكمش حاجه يعني ما كان له التعليق المحرج، هذوك التعليقات يعني اللي ما عندهم حتى معنى. نتمنى الناس يعني تفهم، يعني ماشي كل الناس يعني والله غير اللي يتبعوني ما شاء الله نحييهم كامل الاخوات اللي يتبعوا فيا نحييهم، لكن كاين البعض اللي دائما وما نحبش يعني اللي يخرج على الكلام يعني يسبوا ولا، لاني بلوكيت شحال من وحده يعني اللي نشوفها سبت راح نبلوكيها، ما يكونش عندها الحق باش تكومونتي في لاشين تاعي وهذا من حقي. وكاين احياء اللي نصبر عليهم، كاين اخوات اللي نخليهم ونشوف واش يديروا، الا كان فيه احراج اكثر ماشي راح نخليهم، لانه انا ماني مسيفه حتى لا وحده باش تشوفني. نتمنى هذا الميساج يوصلكم. الان هنا واش راح نشبعها، راح نشبعها بشويه تاع فيرميسيل وشوكولا. هنا تزيين اختياري، هنا حبيتي ديري مكسرات او ديري نانوا كوكو ولا ديري الحبيبات الملونه، ديري كما حبيتي. نعم اذا ها هي لابياس تاعنا. الان راح نقسم لكم الكيكه تاعنا. هنا دائما نصيحه ما طيبوش بزاف الكيكه او شوكولا باش تجيكم طريه. اذا نقسم لابياس تاعنا بسم الله، وانا متاكده انها راح تعجبكم وتعجب ولادكم لان ولادنا كامل يحبوا الشوكولا. نقسمها لكم باش تشوفوها كيفاش جاتنا في الوسط. شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله، تجي هشيشه وتجي طالعه، لانه هذيك الكوكا وهذاك اللبن هما اللي حيخلونا الكيكه تاعنا تجينا طالعه وتجينا خفيفه. اذا ها هي الكيكه تاعنا تاع الكوكا كولا. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم، لانه المذاق تاعها يجي بزاف بنين. ولا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه. ودائما نطلب من الاخوات الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام. والى اللقاء مع فيديو جديد، والى الملتقى ان شاء الله.